فوضى في الكرة المصرية. الفوضى ما زالت مستمرة والعبث ما زال موجود. اتحاد الكرة نزل بيان وقال إن في اجتماع مع الأندية يوم 20/5 عشان يتم مناقشة تصورات الموسم الجديد والأندية تقول وجهة نظرها. حلو كده. رابطة الأندية منزلة بيان هي كمان وتقول لك إن أنا هعمل اجتماع مع الأندية يوم 18/5، يعني قبل اجتماع اتحاد الكورة مع الأندية بيومين اتنين، وده عشان يخلي اجتماع اتحاد الكورة مع الأندية اجتماع ملوش لازمة ولا أي داعي، وكمان عشان يجبر اتحاد الكورة ويحطه في موقف محرج جدا ويخلي كده اجتماعه ملوش أي لازمة. والله بجد مش عارف مين اللي بيدير الكورة في مصر، هل أحمد دياب ولا هاني أبو ريدة؟ وليه الاتنين دول شايفين نفسهم إن واحد فيهم هو اللي يكون مسؤول ولازم يمشي كلامه على التاني؟ ليه الناس دي ما تحطش ايديها في ايد بعض ويحاولوا ان هم يحطوا تصورات للموسم الجديد ونخلي شكلنا وسمعتنا احسن من كده؟ ولكن الحقيقة الناس بتتخانق مع بعض وبتضرب في بعض، واللي بيخسر كله هو سمعة الكورة في مصر، واحنا اصلا مش مستفيدين حاجة من اللي بيحصل ده. طبعا الموضوع مش هينتهي لحد كده، لحد ما نشوف صراع مين الاقوى ومين اللي هيفضل ومين اللي هيمشي كلامه على التاني.